العفو عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتعلم ازاي نقص الفيديوهات بتاعتنا ونحط ترانزيشن ما بين القطعات. فيلا بينا نبدا الشرح بتاعنا. في البدايه كده علشان نعمل القطعات بتاعتنا ونقص ونرتب الفيديوهات والمشاهد بتاعتنا ونضيف ترانزيشن لازم يكون عندنا فيديوهات الاول. فتعالوا نجيب الفيديوهات اللي هنطبق عليها الشرح بتاع النهارده. الفيديوهات دي هتبقى راندوم عادي عشوائيه، ممكن تختار اي فيديوهات عندك وممكن تنزل. لو انت ما عندكش اي فيديوهات تخش على موقع بيكسل هتلاقي فري فوتج كتيره جدا او فيديوهات مجانيه تقدر تنزلها وتتدرب عليها وتتعلم عليها. فيلا نسحب الكام فيديو دول ونوديهم للبروجكت بتاعنا. طيب علشان ندراج وندروب هنكليك عليهم بكليك شمال بالماوس وهنسحبهم كده للبرنامج. طيب احنا ممكن نوديهم على التايم لاين على طول، ولكن علشان انا مش مكريت بروجكت فطبعا مش هقدر اضيفهم هنا في البانل او المكان بتاع البروجكت، فانا هوديهم على البروجكت على طول، التايم لاين بتاع البروجكت علشان ياخدوا سيكونس جديد على طول اوتوماتيك. طيب الفيديوهات بتاعتنا اترصت على التايم لاين اهو زي ما احنا شايفين، في فيديوهات كبيره وفي فيديوهات قصيره، في فيديوهات ما فيهاش صوت وفي فيديوهات فيها صوت. طيب علشان نفك، شايفين الليارات دي الفيديوهات دي انا مش محتاج الصوت، يعني انا ممكن اضيف صوت بعدين. تمام، فانا دلوقتي محتاج بس ان انا اخد الفيديوهات دي اشتغل على الفيديوهات دي. فهندوس كليك شمال ونسحب بالماوس كده لناحيه الشمال علشان نعمل سيلكت على الفيديوهات اللي على التايم لاين، وهندوس كنترول ال علشان نفك الربط ما بين الفيديو والصوت علشان نقدر نحذف الصوت، او انك برضه تقف عليهم تاني وتعمل كليك يمين وتدوس ان لينك. فالاختصار معاك وتقدر تعملها باي طريقه. طيب هنعمل سيلكت على الصوت اللي تحت وهنحذفه، دوس ديليت. فتعالوا بقى نشوف هنقص الفيديوهات بتاعتنا دي ازاي. طيب طبعا انتوا شايفين الفيديوهات دي مفيش ترانزيشن ما بين المشاهد اهو، والفيديوهات كبيره وفي فيديوهات قصيره، فانا عايز اوحد مثلا اخلي كل فيديو من دول ياخد مثلا ثانيتين 3 ثواني وبعدين يخش الفيديو اللي بعديه. طيب عندنا هنا الريزر تول او المقص او القطاع، يعني سميها زي ما تحب تسميها، المهم هي وظيفتها واحده. طيب علشان نقص اي فيديو هنيجي نقف كده على اي مكان في الفيديو، مثلا انا عايز بعد 3 ثواني او 4 ثواني اقص. طيب كده الفيديو اصبح جزئين، الجزء اللي اتقص في الاول اهو وده الجزء الثاني. طيب الاداه دي ممكن اجيبها برضو بان انا اضغط على حرف السي، هتيجي اوتوماتيك اهو. لو دوسنا على حرف الفي علشان نروح للسلكشن تول هيجيب السلكشن، ولو دوسنا على حرف السي من الكيبورد هيروح على طول على الاداه دي. طيب تقدر تعمل تقص نفس القصه دي بطريقه تانية، في ممكن تدوس كنترول، اهم حاجه اتاكد انك واقف على المكان اللي انت عايز تعمل فيه القطعه بتاعتك، وتدوس على الفيديو كده ودوس كنترول كي هيعمل لك نفس القصه. تمام، وممكن نتكلم على الشورت كات في فيديوهات تانية. طيب احنا عايزين نقص الفيديوهات بتاعتنا. طيب انا قصيت ده خلاص. وطيب في طريقه تانية برضو علشان اجيب الفيديو في المكان ده، وهي سهله جدا، انك تروح تضغط في المكان الفاضي ده هتلاقي في علامه بيضه كده او شريط ابيض كده ما بين الفيديو ده والفيديو ده، فده هتروح دايس ديليت، الفيديو اوتوماتيك هيجي في نفس المكان. طيب تعالوا نعمل بقى اللي احنا عملناه ونطبقه على باقي الفيديوهات. طيب انا اصل الفيديوهات بس عايز برضو لسه اقلل المده بتاعه الفيديو، كل فيديو من دول ووقت الظهور بتاعه، فانا هخلي كل فيديو كده يظهر بتاع 3 ثواني. طيب تمام كده بقى عندنا اكتر من فيديو على التايم لاين بتاعنا ونقدر نطبق عليهم الترانزيشن بتاعتنا. طيب انا لو شغلت الفيديوهات كده، طيب انا لسه حاسس ان هم طوال شويه، فممكن برضو اقصر المسافه شويه، يعني ده كله بيرجع لك انت وبيرجع للبروجكت بتاعك، وعلى حسب انت عايز البروجكت يبقى سريع ولا عايزه يبقى بطيء. طيب ده لحد ما السرعه بتاعته كويسه. فدلوقتي خلونا نروح على مرحله ازاي نضيف ترانزيشن من برنامج ادوبي بريمير. هنروح على قائمه افكت من هنا، ولو هي مش موجوده هتروح على قائمه ويندو وتجيب تدوس على افكت، او انك تدوس شيفت 7. اوكي يلا بينا. علشان نفتح ترانزيشن بتاعتنا هنلاقي فيديو ترانزيشن كده، هنروح فاتحينها. طبعا انا عندي فيلم امباكت في اكتر من ترانزيشن يعني نقدر نستخدمهم، فدول فري بس هبقى اسيب لكم اللينك بتاعهم في وصف الفيديو. فخلونا نفتح ال 3 دي وال ديزولف، وفي حاجات تانية برضو زي ترانزيشن اللي هنا الفي ار. تعالوا نجرب اي حاجه من دول. تعالوا نستخدم اول واحد كده ونشوف هو هيعمل ايه، وهو الفيلم ديزولف. طيب ده شكل الترانزيشن، يعني بلاك اكنه بيفتح ابيض واسود عادي. ف تعالوا نجرب واحد تاني، ده مش شغال. يب تعالوا نجرب هنا
حاجه تاني مختلفه. شايفين طبعا شكل الترانزيشن عامل ازاي؟ هو هنا مش باين قوي علشان هو في بدايه الفيديو، فتعالوا نضيفه مثلا ما بين الفيديو والفيديو. اوكي طيب، علشان نجيبه ما بين الفيديوهات او نجيبه ونظبط الترانزيشن بتاعنا، بنسحبه كده وبنحطه في نص القطعه بتاعتنا، يعني ما بين القطعه دي والقطعه دي. اوكي، هنسيبه كده وبعدين هنشغل، هنلاقي الافكت بتاعنا، الترانزيشن بتاعنا بقى شغال. طيب لو انا حاسس ان الترانزيشن مثلا عايز ياخد وقت تاني، تعالوا نغير بس الترانزيشن ده، يعني ده كويس. طيب في عندك ترانزيشن كتير، فانت تقدر تستخدم اللي انت عايزه على حسب البروجكت بتاعك ماشي ازاي. طيب انا عجبني ده كويس، بس حاسس ان هو بطيء شويه فانا عايز اسرعه. طيب عندك طريقتين، يا اما تقف مثلا على الافكت كده او الترانزيشن كده وتروح لافكت كنترول، ومن هنا من الديوريشن تقدر تتحكم في المده بتاعه الترانزيشن. فانا هخليها مثلا 15، او انك بكل بساطه تيجي هنا وتعمل دبل كليك شمال، دبل كليك شمال، وهيفتح لك نفس الديوريشن اللي احنا فتحناه. طيب خلينا نضيف برضو على باقي الفيديوهات ونعمل نفس الموضوع. ممكن اغير بقى يعني ايه. طيب لو انت مثلا بتضيف في اي وقت، تعالوا نمسح الترانزيشن ده. لو انت بتضيف في اي وقت ترانزيشن ومش جايب لك ان انت تحط الترانزيشن ما بين يعني الجزئين، زي ما احنا كده، لو جينا هنا كده تعالوا نشوف الترانزيشن بيعمل ازاي. هو بيجيب لك الجزئين اليمين والشمال. طيب لو انا عايز هنا نفس الموضوع بس هو مش جايب لي الحته دي، طيب سهله جدا وبسيطه. ممكن انك تقطع الفيديو، انك تقص الفيديو كده وتسحبه، تمام، وقتها يشتغل معاك، او انك بكل بساطه هتسحب الترانزيشن بتاعك وتسيبه، وهتدوس هنا على الترانزيشن كده علشان يبقى متعلم عليه، وتروح لافكت كنترول، ومن هنا من الالاينمنت هتقول له بدل ستارت ات كات هتقول له سنتر ات كات. اوكي، هتلاقي كده اتظبط معاك اهو، وبقى الترانزيشن في نص الفيديو او الترانزيشن في مكانه المظبوط زي ما احنا شايفين. فتعالوا نشوف كده الفيديو ده، دي الترانزيشن اهي. فتعالوا نضيف لباقي الفيديوهات ترانزيشن برضو، يعني نوع براحتك واختار التايم لكل ترانزيشن على حسب انت عايز ايه او انت شايف ايه. طيب خلونا هنا اضيف بس دول ونرجع تاني. طيب انا خلصت، تعالوا نعمل بلاي بقى ونشوف الكلام ده كله بيقول ايه. طيب شايفين العلامات الحمراء اللي عندنا دي؟ طيب علشان نتفادى العلامات دي، علشان لو جيت اشغل من عندها هنحس ان الترانزيشن بطيء. طبعا هو شغال الى حد ما، بس طالما جايب علامه حمراء كده يبقى هو محتاج يعمل ريندر من البرنامج نفسه. فطبعا لو انت كارت الشاشه بتاعك ضعيف او حاجه، خلينا ندوس على الانتر او زرار الانتر في الكيبورد علشان يعمل ريندر جوه البرنامج وشغلنا الفيديو من غير اي مشاكل. ابتدى يشتغل اهو ونور بقى ازرق بعد ما كان احمر. فتعالوا نشوف كده ايه الترانزيشن بتاعنا عامله ازاي. زي ما انت شايف الترانزيشن جميله جدا ولذيذه يعني، فممكن تستخدمها في اي فيديو انت بتمنتجه. طيب ده كان كل الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه علشان ده بيساعد جدا في انتشار المحتوى. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، فوتكم بعافيه.